السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفه جديده وفيديو جديد بمقادير جد بسيطه ومتوفره في كل بيت. فابقوا معايا من اول فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نمر الآن لذكر المقادير. عندي كاس معمش ديال الزيت، كاس معمش السنيدة، كاس عصير البرتقال، وواحد العلبة ديال الياغورت بنكهة الفانيلا، بيضة، وواحد فاني، جوج خمارات، قريصة ديال الملح، والسميدة رقيقة كتبقى الكمية على حسب الخليط. نبداو على بركة الله. طريقة التحضير: في إناء اللي غادي نخلط فيه جميع المقادير غادي نوضع قريصة ديال الملح، غنضيف بيضة، غنضيف الفاني، سنيدة، غنضيف عصير برتقال، غنضيف الياغورت، غادي نبقى نضيف الزيت، الآن غادي نبقى نضيف السميدة رقيقة،
غنضيف خميرة الحلويات. غادي نبقى نضيف سميده تدريجيا حتى نتحصل على القوام اللي انا باغا، ونرجع معكم ان شاء الله. وهذا هو القوام اللي كنتحصل عليه في الاخير. هنا انا عندي واحد المول اللي عملت له ورق الزبده في الوسط، ودهنت له الجوانب بالزبده ورشيته بالسميده الرقيقه. غادي نفرغ فيه الخليط. غادي ندخلها الان الفرن يكون بارد، عاد غادي نشعل عليه ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها من بعد ما توجد. ورجعت معكم في الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت. من بعد ما وجدات دهنت ليها الوجه ديالها بالمربى ديال المشماش، وزينتها باللوز كونكاسي والشوكولات فيرميسيل، والتزيين كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر. والان غادي ندوز باش نقطعها باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. كتجي صراحة خفيفة بزاف وهشيشة في نفس الوقت، بمذاق ولا أروع. بسبوسة أكثر من رائعة، سهلة وسريعة التحضير. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، وإلى لقاء جديد في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.